من غير ما نكذب عليكم، كاينين شي وصفات شعبية مغربية غير منين كتبداي تشوفيها كتحسي بالدفى ديال الدار وبالريحة اللي كتفتح النفس وبداك الذوق اللي عمرو كيتنسى. ووصفة اليوم من هاد النوع اللي بسيط في المكونات ولكن كبير بزاف في المذاق. اليوم غادي نوجد معكم طبق شعبي كيحماق عليه بزاف ديال الناس، كبدة الدجاج المشرملة مع الفول المنقوع والمشحر. جوج ديال الأطباق كيجيو مع بعضياتهم بشكل رائع، واحد فيهم فيه النكهة القوية والتوابل المغربية الأصيلة، والثاني فيه البساطة والدفى والطعم اللي كيعمر القلب قبل المعدة. بقاو معايا حتى الاخر، حيت اليوم ما غاديش غير نطيبو، اليوم غادي نعيشوا وصفة مغربية حقيقية من الأول حتى للتقديم. أول خطوة وهي من أهم الخطوات كاملة هي تنظيف كبدة الدجاج، حيت الصراحة إلا ما تنظفتش مزيان الطعم النهائي ما غاديش يخرج كيف خاصو. كنحطوا الكبدة في طبق وكنزيدوا عليها الملح والخل، ومن بعد كنفلكوها مزيان قطعة بقطعة باش نحيدوا منها الدم الزائد وداك الطعم اللي كيكون ثقيل والريحة اللي ما كتعجبش بزاف ديال الناس. هاد العملية كتفرق بزاف في المذاق وكتخلي الكبدة من بعد كتجي خفيفة ومشهة. ومن بعد كنغسلوها بالماء وكنعاودوا نفس العملية حتى كتولي نقية وصافية واللون ديالها كيبان تبدل. ومنين كتوصلي لهاد المرحلة كتعرفي باللي البداية كانت صحيحة، والبداية صحيحة ديما كتعطي نتيجة زوينة. من بعد ما تنظف مزيان كنخليو الكبدة تصفى، وهاد التصفية مهمة حيت ما بغيناش الماء يبقى فيها بزاف باش منين نطيبوها ما تطلقش الماء بزاف وما تضيعش النكهة ديالها. وفي هاد الوقت كنبداو نوجدوا الخضر اللي غادي يعطيو للطبق الروح ديالو. كنشدوا البصل الخضر وكنقطعوه صغير. البصل الخضر عنده واحد المذاق خفيف ولذيذ وكيعطي واحد اللمسه مختلفه على البصل العادي. ومن بعد كنقطعوا المعدنوس رقيق باش من بعد يندمج مزيان مع الكبده ويعطيها الرائحه الطازجه واللمسه المغربيه اللي معروفه في هذا النوع ديال الاطباق. ووحده بوحده كيبدا الطبق يتبنى قدامنا، ماشي بالعشوائيه ولكن بالترتيب اللي كيخلي كل مكون ياخذ حقه. ودابا وصلنا لمرحله تقطيع الكبده. كنقطعوها لمكعبات متوسطه، لا كبار بزاف ولا صغار بزاف، حيت الا كانت كبيره كتحتاج طياب كتر، وإلا كانت صغيرة بزاف كتقدر تولي ناشفة. أما القلوب كنخليوهم كيما هما حيت كيجيو زوينين في الشكل وحتى في التقديم. هاد النوع ديال التفاصيل كيبين باللي حتى في الطبخ الشعبي كاين فن، ماشي غير نوجدوا الحاجة وخلاص، ولكن نوجدوها بطريقة تخليها بنينة وشهية ومرتبة. ودابا كل شي واجد قدامنا، الكبدة نقية ومقطعة، البصل الأخضر واجد، المعدنوس واجد، والمرحلة اللي جاية هي اللي غادي تبدل الجو كامل ديال المطبخ. كنجيبوا المقلة وكنصبوا فيها زيت الزيتون. أول ما كيسخن الزيت كنزيدوا البصل الأخضر وكنخليوه يتشحر بشوية، وغير منين كيبدا يدبال كتطلع واحدة الريحة زوينة كتخليك تعرف باللي الوصفة داخلة في الصح. ومن بعد كنزيدوا معجون الثوم، وهنا كيبدا السحر الحقيقي. الثوم مع زيت الزيتون والبصل الأخضر كيعطيو واحد الأساس قوي للمذاق واللي غادي يحمل الكبدة كاملة. من بعد كنخليو هاد الخليط يتشحر مزيان بلا ما يتحرق، غير قد ما يدبال ويطلق النكهة ديالو. وهاد اللحظات اللي كتكون فيها التقلية كتبدا هي اللي كتفتح النفس وتخلي أي واحد في الدار يعرف باللي كاينة شي حاجة بنينة كتوجد. ودابا كنضيفوا الكبدة للمقلة. أول ما كتطيح فوق هاد التقلية كتبدل اللون ديالها شوية بشوية، وكيبدا الصوت ديال الطياب كيعطي وحده الإحساس بالجوع. ومن بعد كنزيدوا التوابل، زريعة القزبر، الإبزار، الخرقوم، الملحة والكمون. هاد الخلطة المغربية الأصيلة ما كاينش بحالها، حيت هي اللي كتعطي للكبدة داك الذوق الشعبي اللي كل شي كيعشق. كنخلطو مزيان باش كل قطعة تغطى بالتوابل، ومن بعد كنغطيو المقلة ونخليو الكبدة تطيب في مرقها الخاص بلا ما نزيدو الماء. وهنا كاين السر، منين الكبدة كتطيب في العصارة ديالها كتبقى النكهة مركزة والمذاق كيولي أقوى وألذ. شوية بشوية الكبدة كتشرب التتبيلة والمرق كيبدا ينقص والريحة كتولي عامرة في المطبخ. وهذيك اللحظة اللي كتفتحي فيها الغطاء وكتشوفي اللون كتأكدي بلي الوصفة ماشية في طريق النجاح. في آخر اللمسة كنزيدو المعدنوس وعصرة حامض، والحامض هنا ماشي غير إضافة وخلاص، الحامض كيعطي واحد الانتعاش كيقطع شوية من قوة الكبدة وكيخلي النكهة موزونة ومشهية.
أما المعدنوس كيعطي داك النفس الطري واللون الزوين اللي كيكمل الطبق. ومن بعد كنخليوها دقيقة ولا جوج غير باش كلشي ينسجم، وهنا نكونوا سالينا من واحد الجزء اللي بوحدو يقدر يكون وجبة عامرة بالذوق. ودابا ننتقلوا للجزء الثاني، الفول المنقوع والمشحر، واللي صراحة كيجاوب الكبدة بشكل مثالي. كنجيبوا مقلة وكنحطوا فيها ملعقة كبيرة ديال الزبدة. منين كتبدا الزبدة تذوب كتطلع واحد الريحة ديال الدفا واللذة. من بعد كنزيدوا الفول المسلوق من قبل وكنقلبوه بشوية باش يتغطى مزيان بالزبدة. الفول هنا ماشي غير مرافق، الفول جزء أساسي من الطبق حيت كيعطيه الشبع والبساطة وداك المذاق الشعبي اللي كيخلي المائدة تبان عامرة. ومنين كيبدا يطيب في هاد الزبدة كتحسي باللي حتى هو باقي غير يتعطى ليه التتبيله المناسبه باش يولي في مستوى الكبده. دابا كنزيدوا التوابل ديال الفول، الابزار، زريعه القزبر، الكمون حبوب والثوم المطحون. هاد التوابل كيجيو مع الفول بشكل خطير حيت كيعطيوه النكهه بلا ما يغطيو عليه. كنخلطو مزيان وكنخليو كل حبه فول تشرب من الزبده ومن التتبيله. ومن بعد كنزيدوا المعدنوس وعصره حامض، وهاد الإضافة الأخيرة هي اللي كتخلي الفول يولي حي مشحر ومعطر. من غير ما نكذب عليكم حتى هو بوحدو يقدر يتكال ويتعاود، ولكن منين كيجتمع مع الكبدة كيصنعوا واحد الطبق شعبي اللي فيه كل شيء، الذوق، الشبع والبساطة. تخيل معايا أول لقمة، شوية من الكبدة مشربة بالتوابل طرية ومعها شوية من الفول المشحر اللي داخل فيه طعم الزبدة والثوم والحامض. اللقمة كتجي موزونة بشكل عجيب، لا ثقيلة بزاف لا خفيفة بزاف، فيها النكهة القوية وفيها الراحة وفيها داك الإحساس ديال هاد الأكل ديال الدار. وهذا هو اللي كيخلي بزاف ديال الوصفات الشعبية يبقوا راسخين في القلب، حيت ما فيهمش غير المذاق، فيهم الذكريات، فيهم البساطة، وفيهم داكشي اللي كيخليك تبغي تعاود نفس الطبق مرة أخرى بلا ملل. دابا وصلنا للمرحلة اللي كتفرح العين قبل الفم، تقديم. كنجيبوا طبق زوين وكنرتبوا فيه الكبدة في جهة والفول في جهة أخرى، وغير منين كيجي وحده بعضياتهم كتبان الألوان وكتبان السخونية وكتبان اللمسة المغربية الحقيقية. كنزيدوا شوية من المعدنوس فوقهم للتزيين، وربما حتى شي عصرة حامض خفيفة اللي كيحب يزيد النكهة. وهذه هي المتعة الحقيقية، طبق بسيط اقتصادي ولكن كيبان غني وزوين ومشهي بزاف. هذا هو الطبخ المغربي الشعبي، ماشي الفخامة ديال المكونات ولكن الفخامة ديال الذوق. وفي الأخير إلا كنتي كتقلبي على وصفة مغربية شعبية اقتصادية بنينة وسهلة في التحضير، فهاد كبدة الدجاج المشرملة مع الفول المشحر من أحسن الاختيارات. طبق كيجمع بين القوة ديال التتبال والطراوة ديال الكبدة والبساطة اللذيذة ديال الفول، والمهم كامل أنه كيخرج بطريقة تشهي وتفرح أي واحد يذوقه. إلا جربتي هاد الوصفة راه غادي ترجعي ليها مرة واثنين، خصوصا إلا كنتي من الناس اللي كيعشقوا الأكل المغربي الشعبي الأصيل. وبصحة والراحة عليكم كاملين. وإلا عجبتكم هاد الوصفة خليوا لي رأيكم وشاركوها مع الناس اللي كيعشقوا الذوق المغربي الحقيقي.